وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، عدنا لكم والعود أحمدي في كتاب الله عز وجل والتفيؤ بظلال كلام ربنا سبحانه وتعالى. كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن تفسير سور جزء عامة، وكنا قد انتهى بنا الحديث والمطاف في تفسير سورة الانفطار، وها نحن الآن نشرع في تفسير بعض موضوعات سورة المطففين وبعض المفردات التي لا يعلمها كثير من الناس. عل ربنا عز وجل أن يبارك في سماعنا، فإن أحسن المؤمنين من استمع إلى كتابه سبحانه وتعالى واتبع أحسنه. سورة المطففين هي سورة مكية من سور جزء عامة، وهي سورة شريفة كريمة تسمى بسورة المطففين، وكذلك تسمى بسورة ويل للمطففين، وكذلك تسمى بسورة التطفيف. والتطفيف هو معناه الغش، وسمي بالتطفيف وخص التطفيف بالغش في البيع والشراء. وربنا عز وجل توعد بقوله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة الشريفة الكريمة بقوله ويل للمطففين، وهو تهديد ووعيد منه سبحانه وتعالى. وويل عند بعض أهل العلم بأنه واد في جهنم حر لهيبه، إذا مشى أو مر من فوقه الطير وقع الطير من حره وشدة لهيبه. أعاذنا الله وإياكم من جهنم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جهنم: اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وقوله سبحانه وتعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. التطفيف الظلم في البيع والشراء، الغش في البيع والشراء، الغش في المعاملات، والغش هو خلاف الحقيقة. الغش هو خلاف الحقيقة، كأن تبيع سلعة كمثل هذا الكاس أن تبيعه بثلاثة أضعافه وهو لا يستحق قيمة هذه السلعة، أو تنقص من رجل يبيع أن تنقص من قيمة سلعته غشا وخداعا وتبخيسا في حقه. والله عز وجل توعد قوم من أنبياء، قوم أتاهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو هود عليه السلام. هود عليه السلام بعث إلى قوم كانوا سمتهم البارزة وهي المكيال، الغش والخداع في البيع والشراء. والله عز وجل عذبهم بهذه السمة والصفة البارزة التي كانت في عهدهم، وهي الغش. قال ربنا عز وجل: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم، على لسان نبينا هود عليه السلام. ألا يظن، وهو تعجب منه سبحانه، ألا يظن أولئك الذين يغشون الناس ويبخسونهم في البيع والشراء ألا وينزلون من قيمة سلعهم ومنتجاتهم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وهنا إثبات البعث بعد الممات، إثبات البعث ليوم الجزاء. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس من قبورهم. وذلك في ذلك اليوم العظيم يقوم الناس بعد موتهم من قبورهم، يبعثهم الله عز وجل لشهود الحساب. وربنا عز وجل بعد ذلك وصف حال المطففين في الآخرة،
ووصفهم ربنا عز وجل بأنهم فجار، بأنهم متجاوزون في الظلم والطغيان. قال ربنا عنهم: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي كل ما يعملونه من أعمال تخالف طاعة ربنا عز وجل موجودة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية بأن كل إنسان له كتاب، وكل إنسان له ملكان عن يمينه وعن شماله يحصون ما عمله من حسنات وسيئات. وقال ربنا عز وجل عن ذلك الكتاب: في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لفي سجين، أي أن هذا الكتاب لفي ضيق. وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، أي أن هذا الكتاب مختوم عليه ولا مسته إلا الملائكة الذين كتبوا عن هذا الفاجر كل فجرة وكل صغيرة وسيئة عملها في دنياه. قال ربنا: ويل يومئذ للمكذبين. توعدهم الله عز وجل ووصفهم بأنهم يكذبون. لماذا يكذبون؟ لأنهم غشوا وتعاملوا بالخداع والتدليس مع عباد الله عز وجل في الدنيا، وهذا تكذيب لصادق وعد الله عز وجل بأنهم سيحاسبون في الدار الآخرة. قال: الذين يكذبون بيوم الدين، أي يوم القيامة، وما يكذب بذلك اليوم إلا كل معتد متجاوز، معتد أثيم متجاوز في الإثم والطغيان والظلم والمعاصي والفجور، إلا كل معتد أثيم. ولذلك من تجاوز في ظلمه وطغيانه فهو مكذب ليوم الدين، ليس مكذب بقوله لكنه مكذب بحقيقة فعله. ولذلك حري بالإنسان أن يحسب ليوم القيامة حسابا، أن يحسب ليوم القيامة حسابا. والله عز وجل وصف الكفار بأنهم يرون يوم القيامة بعيدا والمؤمنون يرونه قريبا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على أن يضعوا يوم القيامة نصب أعينهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أي لا تحسب للدنيا حسابا بأنك ستمكث فيها 1000 سنة، لكن وصف ذلك بالغريب أو العابر السبيل. هل الغريب والعابر السبيل أو الضيف يمكث كثيرا عند نزوله لمنزل من منازل الدنيا أو مروره بقرية أو بمدينة، هل يمكث فيها طويلا أم يأخذ حاجته ثم ينصرف؟ هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون المؤمن هذا شعاره، بأن يكون غريبا أو عابر سبيل، وأن يأخذ من الدنيا نصيبه ولا ينسى حظه الوافر من الآخرة. قال ربنا عز وجل: إذا تتلى عليه، ذلك الفاجر، إذا تتلى عليه آياتنا، أي كلامنا وأوامرنا، قال أساطير الأولين، أي أباطيل الأولين وخرافات الأولين. إذا تتلى عليه الآية يقول هذا يعني من زمن الأجداد، هذا من زمن الغابرين، هذا خرافات، هذا فيه كلام، هذا. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم قال ربنا: كلا بل. وصف حالة هذا الإنسان الذي وصل به الحال إلى أن يكذب بيوم الدين وأن يقول عن كلام الله عز وجل أنه أساطير الأولين. وصف حاله وصفا دقيقا، قال ربنا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو الغشاوة التي على القلب، الران هو طمس القلب بحيث لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يتبع هواه كالكوز مجخيا. هذه الأوصاف وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم: الذي يتبع هواه ويترك
طاعة الله ورسوله. هذا كلا بل ران. الران وهو الغشاوة التي على القلب، ثم يتبعها غشاوة على العين، ليس هي حسية لكنها منه سبحانه وتعالى عقابا. وما يدريك، وأعظم عقوبة، أعظم عقوبة على العبد كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: أعظم عقوبة على القلب وهي الران، قساوة القلب، أن يكون القلب قاسيا. هذه أعظم عقوبة من الله عز وجل. وإلا ثوابه عز وجل أن يلين هذا القلب، وأن يسترخي هذا القلب، ويحن إلى طاعة ربه عز وجل، ويؤوب وينوب هذا القلب الذي لا يضع الله عز وجل فيه إلا محابه ومرضاته. ولذلك وصف ربنا عز وجل نبيه الكليم إبراهيم عليه السلام، نبينا إبراهيم عليه السلام وصفه بأنه يأتي ربه بقلب سليم، بأن قلبه سليم وخاوي من الضغائن، وخاوي من لعاعة الدنيا، وخاوي من المعاصي، ومقبل عليه عز وجل. قال ربنا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أي هؤلاء الفجار والذين فجروا وخرجوا عن طاعة الله عز وجل محجوبون عن رؤية النور، وهو كلامه عز وجل في الدنيا، عن رؤية النور وعن إيصال النور إلى قلوبهم وحياتهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله هو النور وكلامه نور، ومن تمسك بهديه ودعا إليه كان من أهل النور الذين يمشون في الظلمات، ظلمات الدنيا، بنورهم، ويمشون في الآخرة بنور الله عز وجل. قال ربنا عنهم: كلا إنهم عن ربهم، أي عن رؤية ربهم عز وجل، يومئذ لمحجوبون، أي يوم القيامة. يوم القيامة لا تؤتى رؤية الله، وأعظم نعيم كما قال أهل العلم: وأعظم نعيم وأعظم ثواب لأهل الجنة رؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو والشوق إلى لقائك في دعائه، والشوق إلى لقائك والنظر إلى وجهك الكريم سبحانه وتعالى. من أدعيته صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان بأن يرى وجه سبحانه وتعالى، وجه الكريم سبحانه وتعالى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عن وصف نعيم أهل الجنة، وأعلى نعيم لأهل الجنة هي رؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي يوم القيامة، كما أنه كتب عليهم أنهم سيحجبون عن رؤيته عز وجل، فهم محجوبون عن نوره في الدنيا، وهو نور الإيمان ونور العمل الصالح ونور الهدي الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي داخلون الجحيم، والجحيم هو اسم من أسماء جهنم، أعاذنا الله إياكم منها. ثم يقال يقال لهؤلاء: هذا الذي هم داخلون فيه، هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم وصف ربنا عز وجل الفريق الآخر، الفريق الأول وهو فريق الفجار الذي وصفهم الله عز وجل بأنهم مكذبون، وبأنهم طمس على قلوبهم، وبأنهم محجوبون عن رؤيته عز وجل سبحانه وتعالى في الآخرة. وأما الفريق الآخر جعلنا الله إياكم منهم، قال ربنا عز وجل عنهم: قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار من البر، وهو الذي يعمل أعمال الخير والمحسن إلى ربه عز وجل وإلى خلقه بعمل الخيرات وفعل الطاعات وترك المنكرات، هذا هو البار. والبر
أو الأبرار هي منزلة من منازل الصالحين الذي يؤتيها الله عز وجل لمن جاهد نفسه. قال ربنا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي لفي مقام أمين، أي لفي مقام أمين وفي منزلة عالية. هذا الكتاب في مكان عالي، والأبرار في منزلة عالية. لماذا؟ لأنهم بروا بربنا عز وجل، فهو أهل البر سبحانه وتعالى، ومن اسمائه البر الرحيم. وما أدراك ما عليون، أي وما أدراك في مقامهم وفي مقام الكتاب الذي يكتب عنهم كل صغيرة وكبيرة من أعمال صالحة عملوها في الدنيا. قال عنهم: كتاب مرقوم يشهده المقربون، أي تشهده الملائكة وهم الخلق الذي خلقهم الله عز وجل من نور سبحانه وتعالى. قال: يشهده المقربون، أي الملائكة تشهد هذه الأعمال الصالحة التي كتبت في هذا الكتاب المرقوم المختوم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، عن أعمال هذه الفئة وهي فئة الأبرار. جعلنا الله وإياكم منهم. قال عنهم: إن الأبرار لفي نعيم، أي في نعيم الآخرة، هم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهم في نعيم في الدنيا لأنهم يتقلبون في مرضاة الله عز وجل ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم وهديه القويم، يتنعمون. ولذلك في الدنيا جنة من لم يدخلها، كما قال بعض السلف الصالح: من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا هي لذة الطاعة والقرب منه والأنس منه والوحشة في البعد عنه، وهو ربنا عز وجل. قال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، أي في الجنة في الآخرة يجلسون على الأرائك وعلى السرر والأرائك المزخرفة. تعرف في وجوههم، أي ترى في وجوههم نضرة النعيم من البهجة والسرور والنور الذي يكسو تلك الوجوه التي كساها نور منه سبحانه وتعالى في الدنيا لطاعتهم ولقربه منه والأنس منه، وألبسهم نورا منه في تلك الدار. جعلنا الله وإياكم من أهلها وهي الجنة. قال: يسقون من رحيق مختوم، أي من خمر مصفى لهم، وهو نعيم مصفى لهم مخلوط في أسفله ورائحته مسك. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك، أي تلك الأمور وذلك الثواب، فليتنافس، أي فليسابق وليسارع المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، أي لا يخلط هذا الخمر لأنه خمر مصفى لذة للشاربين، وهو ثواب من الله عز وجل. قال: عينا يشرب بها المقربون، وهي من نعيم أهل الجنة. فأهل الجنة لهم 4 أنهار وضعها الله عز وجل ثوابا لهم: نهر من ماء غير آسن، ونهر من خمر لذة للشاربين، ونهر من عسل مصفى، ونهر من لبن لم يتغير طعمه. هذه الأنهار هي أنهار الجنة التي وضعها الله عز وجل ثوابا لعباده الصالحين. قال ربنا عز وجل: ثم حكى ربنا عز وجل عن المطففين وعن المجرمين الذين يهمزون ويلمزون المستضعفين من المؤمنين. قال ربنا عنهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي يستهزئون بالقول والفعل والغمز والهمز واللمز، كل أنواع الاستهزاء تدخل في يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون، أي يستهزئون بأعينهم. وإذا انقلبوا
أي رجعوا هؤلاء المجرمين المستهزئين إلى أهلهم، انقلبوا فكهين أي رجعوا إلى أهلهم فرحين مسرورين كأنهم حققوا نصر مبين. وربنا عز وجل حكى عن المجرمين وطغيانهم في الدنيا، لكن لعباده المؤمنين المستضعفين شأن آخر، وهو الأمر وهو الأهم في الآخرة. قال عنهم بعدها: وإذا رأوهم قالوا إن أي المجرمين، تكملة المقطع: وإذا رأوهم أي هؤلاء المجرمين رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون. كل من يغمز ويهمز المؤمنين يرى أن هذا المؤمن أو أن هذا صاحب هذا المبدأ أنه على غير هدى، أنه ضال، كما قال فرعون عن نبينا موسى عليه السلام: إني أخاف، على نبينا موسى، أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون ينصح ملأه وينصح قومه ويخاف أن يبدل موسى عليه السلام دين قوم فرعون. فاليوم الذين آمنوا، أي في يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار المجرمين يضحكون على الأرائك، أي المؤمنين يتكئون على الأرائك ينظرون ويقولون أو ويقال: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أي هل ثوب الكفار، هل جازوا وجوزوا بأنهم أخذوا حسنات على ما كانوا يفعلون؟ لا والله، بل كان عاقبتهم عاقبة سوء. وكل من يهمز ويلمز عباد الله عز وجل من المؤمنين وبالخصوص المستضعفين، يهمز ويلمز دينه أو شعيرة من شعائر الدين، فإنه سيضحك عليه في يوم القيامة ولا يثاب على فعله يوم القيامة، وسيكون في أسوأ دار ومنزلة وهي الجحيم. أعاذنا الله وإياكم من النار وشدتها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يرينا وجهه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث صحيح. كل الخير وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم لمن تعلم القرآن أو معلم القرآن، ولذلك الخيرية سواء كنت معلما أو متعلما، فالخير يصيبك لإصابتك وحفظك وتلاوة وقراءة كلامه سبحانه وتعالى. ونذكر أعزائي المشاهدين بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الفضائية. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن أحكام الميم الساكنة، وكنا قد تكلمنا عن الحكم الأول. وها نحن الآن نتكلم عن الحكم الثاني. الحكم الأول كان عن الإخفاء الشفوي، وقلنا له حرف واحد وهو حرف الباء. ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء، تقرأ فاحكم بينهم. ونحن الآن سنتكلم بإذن عز وجل عن الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة والتنوين،
وهو حكم الإدغام، ويسمى إدغاما شفويا، ويسمى إدغام متماثلين صغير، لأن الميم الساكنة ميم ساكنة وقع بعدها ميم مثلها، لكن الميم التي وقعت بعد الميم الساكنة هي ميم متحركة، وله هذا الحكم حكم الإدغام له حرف واحد وهو حرف الميم. والأمثلة كما تظهر في الشاشة: قول ربنا عز وجل: ومنهم من، هكذا، ومنهم من، الميم في قوله ومنهم هي ميم ساكنة، والميم في قوله من هي ميم متحركة كما هو ظاهر. كيف تقرأ؟ تقرأ ومنهم من. ومثال الآخر قول عز وجل: أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع. قوله سبحانه وتعالى كلمة أطعمهم، الميم ساكنة في كلمة أطعمهم، والميم التي في من هي ميم متحركة، ميم متحركة. ومثال آخر: ولكم ما كسبتم، ولكم ما كسبتم، هكذا تقرأ، ميم ساكنة أتى بعدها حرف الميم، والميم حرف إدغام شفوي، ولكم ما كسبتم. وقوله آخرا في سورة قريش: وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. الميم في كلمة آمنهم هي ميم ساكنة، ميم الساكنة هي التي خلت من الحركة أو كان عليها سكون، والميم التي في قوله في من هي ميم متحركة شدة، حرف كلمة علامة الشدة والكسرة. وآمنهم من خوف، هذا الحكم وهو حكم الإدغام الشفوي. وكنا قد توقفنا في سورة المدثر، وسنقرأ في هذه الحلقة المباركة سورة المزمل، ونقف على بعض أحكام التجويد فيها، أعاننا الله إياكم على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، إن
إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم اللهم اشملنا بعفوك ورحمتك. سنتحدث عن بعض أحكام التجويد في هذه السورة الشريفة الكريمة. قوله سبحانه وتعالى أو انقص نصفه أو انقص نون ساكنة في كلمة أو انقص نون ساكنة أتى بعدها حرف القاف والقاف من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى قولا ثقيلا تنوين أتى بعده حرف الثاء والثاء من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى وطأ وأقوم قيلا تنوين في كلمة وطأ تنوين أتى بعده حرف الواو والواو من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى سبحا طويلا سبحا تنوين أتى بعده حرف الطاء والطاء من حروف الإخفاء. وقول ربنا عز وجل هجرا جميلا تنوين أتى بعده حرف الجيم والجيم من حروف الإخفاء.
وقول ربنا عز وجل أنكالا إن لدينا أنكالا وجحيما أنكالا نون ساكنة في كلمة أنكالا أتى بعدها حرف الكاف والكاف من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل أنكالا وجحيما تنوين في كلمة أنكالا تنوين أتى بعده حرف الواو والواو من حروف الإدغام بغنة يغن من حروف الإدغام يغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى وطعاما ذا غصة تنوين في كلمة طعاما أتى بعده حرف الذال والذال من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى غصة وعذابا تنوين في كلمة غصة أتى بعده حرف الواو والواو من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله عز وجل وعذابا أليما تنوين في كلمة عذابا أتى بعدها حرف الهمزة والهمزة من حروف الإظهار تظهر كما هي. وقول ربنا عز وجل كثيبا مهيلا تنوين في كلمة كثيبا أتى بعده حرف الميم والميم من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقول ربنا عز وجل رسولا شاهدا تنوين في كلمة رسولا أتى بعده حرف الشين والشين من حروف الإخفاء. وقوله ربنا عز وجل شاهدا عليكم تنوين في كلمة شاهدا أتى بعده حرف العين والعين من حروف الإظهار. وقول ربنا عز وجل فأخذناه أخذا وبيلا تنوين في كلمة أخذا أتى بعده حرف الواو والواو من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركته. وقول ربنا عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم نون ساكنة أتى بعدها حرف الكاف والكاف من حروف الإخفاء. وقول ربنا عز وجل يومي تنوين أتى في كلمة يوما تنوين أتى بعده حرف الياء في كلمة يجعل وهو والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين يوما يجعل. وقول ربنا عز وجل منفطر به السماء منفطر كلمة منفطر فيها نون ساكنة والنون الساكنة أتى بعدها حرف الفاء والفاء من حروف الإخفاء. وقول ربنا عز وجل منفطر به تنوين أتى في كلمة منفطر تنوين أتى بعده حرف الباء والباء من حرف إقلاب. وقول ربنا عز وجل تذكرة فمن إن هذه تذكرة فمن تنوين في كلمة تذكرة أتى بعده حرف الفاء في كلمة فمن والفاء من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل فمن شاء نون ساكنة في كلمة فمن أتى بعدها حرف الشين في كلمة شاء والشين من حروف الإخفاء تقرأ فمن شاء. وقوله عز وجل أدنى من ثلثي الليل في قوله من ثلثي الليل من تنوين نون ساكنة أتى بعدها حرف الثاء في كلمة ثلث والثاء من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل وطائفة من الذين تنوين في كلمة طائفة وأتى بعده حرف الميم في كلمة من والميم من حروف الإدغام
بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله عز وجل علم أن لن تحصوه، أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه، نون ساكنة في كلمة أن، أتى بعدها حرف اللام في كلمة لن، واللام من حروف الإدغام بغير غنة، أن لن تحصوه. وقول ربنا عز وجل علم أن سيكون، أن سيكون، نون ساكنة في كلمة أن، أتى بعدها حرف السين في كلمة سيكون، والسين من حروف الإخفاء، تقرأ أن سيكون كأنه لا توجد نون. وقوله عز وجل منكم مرضى، منكم مرضى، الميم هذه درس اليوم ميم ساكنة، أتى بعدها حرف الميم في كلمة مرضى وهي ميم متحركة، والميم حرف إدغام، حرف إدغام، تقرأ منكم مرضى. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء قادم، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.